السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ حورية العجرود. النهاردة يا حبايبي هنعمل الكيكة البرازيلية اللي هي ديسبا ستو بالمصرية يعني. احنا معانا المقادير: كوباية ونص دقيق، معانا 3/4 كوباية سكر، نص كوباية كاكاو خام، هنا نسكافيه، هنا كوباية صغيرة زيت، معانا بيضتين بستعمل كيك شيف، ومعايا معلقة صغيرة بيكنج صودا وذرة ملح صغيرة جدا، وحليب 3/4 كوباية برضو هحتاجها مع الكيك. يلا بينا نخلط المقادير الجافة على بعض ونقلبها كويس ونيجي تاني للحاجات التانية. يلا بينا. هنا هنحط السكر بتاعنا، هنا كوباية سكر، هنحط الكاكاو الخام اهو، هناخد هنا برضه هنحط البيكنج صودا وذرة الملح، هنا البيكنج باودر بتاعنا اهو، هناخد ذرة النسكافيه، ادي معلقة، ونقلب بقى المكونات بتاعتنا بالراحة خالص، نخلطها كده اهو ببعضها اهو. هنا يا حبايبي قلبنا المواد الجافة قدامكم اهي، خلصناها اهيت وحطيتها في جنب. هنا بقى هبدأ احط المواد السائلة. البطين بتوعنا هنحطهم مشفشق الخلاط اهو، عليهم كوباية الزيت الصغيرة اهي، وعليهم 3/4 كوباية حليب اهي، وهضربهم بقى في الخلاط. هنا ضربنا الخليط بتاعنا اهوت في شفشق الخلاط، هنصبه بقى على الحاجات الجافة واقلب. ريحتها جميلة جميلة جميلة، النسكافيه مع الكاكاو مع الحاجة، بصراحة ريحتها تحفة. هنا يا حبايبي لسه فيه كوباية مية سخنة هنضيفها للعجينة الكيكة بتاعتنا، وبعدين الكيكة بنقلبها في اتجاه واحد، ما نلفهاش مرتين شمال في يمين، لا اتجاه واحد كده اهو. ايدي تلف انا الطبق بتاعي اهو، واخد من الحوافي كده اهو واقلب. هنا يا حبايبي لازم ميه مغليه، وبنسيبها تركن شويه، تبقى يعني مش دافيه، ازيد من الدافيه شويه، بنضيفها للكيكه بتاعتنا وبتطلع بقى نتيجه جميله. احنا حطينا اهو شويه وهنقلب عشان برضو ما تبقاش سايله قوي مننا. ميزه بقى الميه السخنه يا حبايبي بتدي طراوه للكيكه بتاعتنا، تبقى جميله وطريه وهشه اهي. هضيف كمان شويه، ايدي تتحكم في الحاجه بتاعتي عشان ما تبقاش سايله قوي مني اهو، واقلب بقى. اتجاه واحد، ما لفش لا كده ولا كده، عشان ابقى انا محتفظه بالهواء جواها اهو. ما شاء الله ريحتها والله تحفه من قبل ما تستوي، جميله وسهله ما فيهاش اي حاجه. هنا يا حبايبي جبت صينيه كبيره وجبنا الورق بتاع الديسباسيتو اهو من عندي بتاع الحلويات، الخامات بتاعتها سهله وتبقى جميله فيها وشكلها حلو. طبعا دي بنشتريها من بره ب100 جنيه، احنا اشتريناها ب100 جنيه من المنصور الواحده اهي. شو بقى هي ما كلفتناش حاجه، طبعا ورق رخيص مش غالي. هنصب كده
نيجي على التانية. والتالتة اهي. هنا يا حبايبي دي اخر واحدة اهي. بحط في العلبة بتاعتي لحد النص كده يا حبايبي. حطيت الدسباسيت اهوت، خلصتهم خلاص في الاربع قوارب. حطيت 3 في الصينيه وواحده في الصينيه التانية الصغيره. ولعت انا الفرن بسخنه اهو، وهدخلهم في الفرن. بيقعدوا على درجه حراره 160 على الرف الوسطاني. بيقعدوا ايه تلت ساعه. تلت ساعه ونطلعها قدامكم وهتشوفوها. هنا يا حبايبي الكيكه بتاعتنا طلعت، اللي هي الدسباسيتو اهي البرازيليه. هنا جبت ما شاء الله، سايباها الوقت تبرد. ريحتها جميلة ومالية العلبة خالص. انا جبت هنا نص كوباية شاي صغيرة خالص حليب، وحطيت فيها 3 معالق كاكاو صغيرين خالص وقلبتهم. همسك بقى اسقيها بالفرشة كده بس لما تبرد عشان تطرى معانا. ويلا بينا نعمل الصوص بتاع الكيكة بتاعتنا. هنا يا حبايبي جبت حلة على النار، وحطيت فيها كوبايتين حليب مكثف، وهضيف عليها نص كوباية كاكاو. وان شاء الله انا عملت الحليب المكثف ده، وهنزله لكم فيديو ان شاء الله قريب، وهتشوفوه معاكم طريقة سهلة جدا. هنضيف بقى الكاكاو بتاعنا اهو، وهقلب بالراحة. انا موطية النار جدا عشان ده صوص الكيكة بتاعتنا اللي هي الديسباسيتو. ده اللي هنصب على الوش الايه الكيكه. حبايبي لو الكيكه مسكره او الصوص بتاعها مسكر، تضيفوا عليها علبه قشطه صغيره. اي علبه قشطه من عند اللبان، علبه قشطه صغيره عندك حليب وشايله من عليه وش قشطه، تروحي ضيفها ليه. بتشيل من حدوقيه السكر شويه، بتعادل يعني. انما عايزينها مسكره عادي نفس الطريقه دي. احنا عندي الكل بيحب الحاجة مسكرة بصراحة. الصوص بتاعنا ساح خالص اهو اهو، وتمزج مع الحليب المكثف خالص، ما عادش فيه تكتلات ولا اي حاجة اهو. ناعم خالص اهو ما شاء الله. الكيكة دي بنشتريها والله ب100 جنيه الواحدة. العلبة الواحدة ب100 جنيه. انا بقيت استغرب بصراحة، يعني 100 جنيه ليه؟ حرام واحنا نعملها. كل حاجة في ايدينا، نعرف الطريقة ونعمل، واحنا احلى وانضف واشيك. كل حاجة فيها جميلة ونضيفة، بتاكل وانت مطمنة. اهم حاجة النظافة اهو. شوفوا ايديا لازم تبقى في الصوص كده على طول اهو، لازم يبقى كده ناعم وسايح خالص اهو. يا حبايبي هسقي الكيكة بتاعتنا بالحليب اهو والشوكولاتة عشان تبقى طرية معانا. هنا معلقة كمان، نسقي التانية معلقتين. هنا هنبدأ نسقي الكيكة بتاعتنا بالصوص اهو اللي احنا عملناه يا حبايبي اهو كده. ما شاء الله، ريحة وطعم تحفة.
كده يا حبايبي سقيت التلاتة ودي الرابعة اهي. ما شاء الله الصوص طعمه تحفة اهو، عمال ايدينا وشطارتنا. حبايبي الكيكة بتاعتنا بعد ما حطيت عليها الصوص بتاعها، جبنا هنا شوكولات شيبس اهو، وهحط على وشها كده. كمان بيزودها حلاوة مع الايه الصوص بتاعها. ده بقى في الطعم بيبقى تحفة. طبعا هنخلصها ونحطها في التلاجة تمسك شوية عشان الصوص بتاعها يبقى ماسك. ويا حبيبي ديت الرابعة بتاعتنا اهي، خلصناها هي الاخرى، ونحطهم بقى في التلاجة. دول اللي انا بشتريهم من بره، دول 400 جنيه والله، ما كلفونيش حاجة. المقادير بتاعتها سهلة، هتشوفها في الفيديو، جميل خالص، وجربوها هتدعولي اهو. نزودها كمان 2 كده اهي يا حبايبي قدامكم كده. بقى انا فضيت لها رف في التلاجة، هنحطها فيها نص ساعة وبعدين اطلعها وارجع معاكم. طلعناها يا حبايبي من التلاجة، جميلة جميلة جدا اهي قدامكم. شوفوا الصوص بتاعها اهو، شوفوا سايح ازاي، ما شاء الله، حاجة جميلة خالص خالص. انا هقطعها قدامكم اهي بالمعلقة، نجيب من تحت لفوق كدهوت، ما شاء الله اهي، تحفة تحفة جميلة. جربوها، جميلة جدا وسهلة جدا وما هيش مكلفة زي اللي احنا بنشتريها. تحفة تحفة تحفة، والطعم اجمل كمان. انا هدوقها اهو قدامكم، والله خطيرة خطيرة خطيرة، ما شاء الله، جميلة جميلة جدا. اتفضلوا معانا بألف هنا، حاجة طعمة وحلوة، يعني مش خسارة فيها ان انتوا تعملوها، وما هيش مكلفة بالنسبة اللي بنشتريه، مش مكلفة. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير وتعليقاتكم الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله، مع السلامة.